واحد عراق وشامخ عليكم بالكومبير. تعال اراويك شلون اسوي لك الكومبير. المرحله ايش راح يسوي؟ هسه راح اخليك اياها 40 دقيقه بالفرن. هسه بعد 40 دقيقه صارت عندنا كومبير. حلو. تعال اشوفك ايش حسوي لك اياها. وهسه افتح لك اياها. اول شيء بدلك طبعا الكومبير اذا ما يصير هيجي زبد ما يسمى كومبير، مو بس ابقيها هيجي، اضيف عليها حتى زياده اداري للزبون. هسه اخلي لك هنا الزبد وانت بس باوع لي الجبن مالتي شنو، اذا مو هيك ما راح يتسمى كومبير. حلو، وهذا المطلوب. هسه طن ملح وهسه اخبطك اياها بس يمي تلقى الكومبير بهيجي قوام. حلو. تعال اشوفك ايش راح اضيف لك عليه. بعد شنو الاضافات راح هسه اضيفها؟ تعال اراويك المقبلات عندي، لا كسره ولا اورفلي. تعال يا اخويا. هسه تعال اضيف لك متبل حمص باذنجانيه. الباذنجانيه مالتنا شيء مختلف. راح اضيف لك فته بالمكسرات، اهم شيء الفته. وراح اضيف لك كل سلو، وراح اضيف لك روسيه، واخر شيء اختم لك اياها بذره. وهيجي عرقه كومبيره صارت عندنا. هذا الكومبير بعد ما سويناه ميمو، خلينا نجربه قدامكم. شوفوا القوام والمقبلات، طبعا الطعم مالته كلش رهيب. بنفس الوقت ميمو سوى لكم عليها عرض، سعرها السابق كان 5000، سوى لكم اياها ب 4000. اذا حبيتوا تجربون الكومبير راح تلقون مكانه بالاعظميه بالقرب من جامع العساف.